السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة بإذن الله هنعمل مقارنة شاملة واحترافية بين اتنين من أكبر الأسماء في عالم التكييف، كارير وإل جي. هنشوف مين الأقوى في التبريد ومين الأوفر في الكهرباء ومين هيعيش معاك أكتر. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنتكلم عنها هي قوة التبريد والأداء. بالنسبة لكارير، معروف بقوة التبريد الفورية خصوصا في الحر الشديد. موديلاته بكمبرسورات تروبيكال او تي 3 زي ما الناس بتقول عليه. طبعا الكمبرسورات التروبيكال او التي 3 بتتحمل معايا درجات حرارة عالية جدا بتعدي ال 50 درجة مئوية. بالنسبة لل جي برضه تبريده ممتاز، لكن اللي بيميزه توزيع الهواء المتساوي بتاعه بفضل الفور واي سيوينج وأداء ثابت مع تكييفات الانفرتر. تاني حاجة معانا وهي التكنولوجيا والخواص. كارير بيهتم بالاعتمادية أكتر، يعني جهاز مكوناته جيدة جدا، كمبرسور محترم جدا، وشغله وكفاءته عاليين. ال جي برضو جهاز ممتاز، لكن بيتفوق في التكنولوجيا عن الكارير بفضل الواي فاي. بقدر اتحكم في الجهاز عن طريق ابلكيشن على الموبايل، زائد تكنولوجيا او تقنية الدول انفرتر اللي بتوفر في الكهرباء. تالت حاجة معانا هي التحمل والظروف الصعبة. كارير ملك في الظروف القاسية، الكمبرسور تي 3 في الموديلات بتاعته كلها، وده بيخليه مستقر حتى لو الكهرباء ضعفت شوية صغيرين. ال جي في موديلات مخصصة للشرق الأوسط بيبقى فيها الكمبرسور تي 3، لكن معظمها بيبقى الكمبرسور بتاعها تي 1 أو تي 2، فالأداء بيقل شوية في الحر الشديد. بالنسبة للصوت، كارير صوته متوسط والانفرتر منه بيبقى أهدى طبعا. ال جي هادي جدا، وده طبعا نقطة تفوق واضحة خصوصا لو بتدور على هدوء تام. بالنسبة للصيانة وقطع الغيار، كارير له مراكز خدمة قوية جدا وقطع غيار متوفرة وسعرها معقول. ال جي الخدمة جيدة، لكن قطع الغيار أغلى وممكن تتأخر في بعض الحالات. سادس حاجة معانا وهي السعر. كارير سعره معقول مقارنة بالقوة اللي بيقدمها. ال جي ممكن تلاقيه أغلى شوية بحوالي من 10 ل 20% بسبب التكنولوجيا الإضافية اللي موجودة فيه. الخلاصة، لو عايز قوة تبريد وتحمل في الجو الحر مع سعر كويس، الكارير هو هيبقى اختيارك. لكن لو بتدور على تكنولوجيا وهدوء وتوفير كهرباء، ال جي هو اللي هيناسبك. ويا ريت تقولوا لي في التعليقات انتم مع اي فريق، كارير ولا ال جي. لكن انا من رأيي الشخصي الكارير هو رقم واحد، والاسباب كتير جدا جدا جدا. يا ريت لو عجب حضراتكم الفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل جديد. شكرا، واشوفكم في فيديو قادم بإذن الله.